السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم هي عبارة عن وصفة تقليدية جزائرية، هي كسكس بالفول المدشش ولا كيما نسموه أبيصار. هي تجي بزاف بنينة خاصة في الشتاء. تبعوا معايا الفيديو للأخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. كما راكم تشاهدوا عندنا كمية من الفول المدشش، هذا هو أبيصار. نغسلوها مليح في الماء واحد 2 ولا 3 خطرات هكذا حتى يخرج الماء صافي. وهنا كي نكونوا نغسلو في الفول راح تطلع لنا القشره ديالو، كاين هي مقشر ولكن يقعدوا شويه هكذا قشور. دونك كي نغسلوه نحوهم، ويلا قعدوا شويه وطابوا في المرقه معليش ما يحيش صرا والو. نحطو بعد هذا الفول في الماء ونديروه في طنجره، يا اما تكون طنجره ثقيله ولا لا كوكوت مينوت بصح بلا ما نغطيوها باسكو راح تطلع شغل رغوه من الفوق وراح تفيض. دونك كي ديروه المره الاولى زيدوا النار غير يبدا يغلي، نقصوا خلوه ابتي فو يعني على نار هاديه بزاف. وكي تغطوه خلوا دائما الغطاء هذاك مفتوح شويه، سينو راح يفيض لكم. خلوه يطيب هكذا بالعقل على نار هاديه، راح ياخذ وقت باش يطيب. وهنا اذا كان الفول ديالكم من نوعيه اللي ماشي طيابه تقدروا ديروا شويه تاع خميره الحلوه معاه كي ديروه يطيب، يعني من بعد راح يطيب لكم ويدوب. واذا كانت نوعيه مليحه بلا ما ديروا كيما انا هنا ما حطيتش الخميره، حطيت غير الفول والماء، نخليوه هكذا حتى يبدا يطيب. وهنا شوفوا كيفاش يختار لاصوص تاعنا تجي خاتره، يعني هنا الفول تاعي بدا يطيب. حطيت هنايا ان بلوند بولي، نتوما حطوا واش حبيتوا، تقدروا تحطوا صدر واحد ولا 2 على حسب الكميه اللي تحبوها، وتقدروا طيبوه بلا ما ديروا له والو. نحطوا هنا البصل مرحي ولا مسكرفج، نزيدوا طوماطيش تانيت تكون مرحيه ونخلطوا. نضيفوا لها طوماطيش تاع لابواط تانيت اللي هي طماطم مصبره، نديروا حوالي ملعقه كبيره هذيك ما نكتروش. نحطوا الملح، فلفل كحل، العكري، كركم، ونديروا كميه لبس بها من القزبر لانه ابيصار يحب القزبر. القزبر بيان سور كيما كنتو تشوفوا مرحي. نحركوها ونغطوها ونخلوها تطيب. من جهه واحده اخرى غسلت الطعام خليته حتى نشف ودهنته بزيت زيتون وحطيته يفور. مباشرة بعد ما يفور نفرغه في جفنة ونحط له شوية تاع الملح بيان سور حسب الذوق، وندير له الماء ونحركه هكذا حتى يشرب مليح الماء ديالو باش نقدر نعاودو المرة الثانية نزيد نفورو. انا طعام نفورو 2 خطرات، كاين اللي يديروا 3 خطرات ولكن انا نديرو دايما 2 خطرات. هنا بعد ما شرب مليح الماء ديالو ندير له شويه تاع الزيت، انا نستعمل زيت زيتون وانتم استعملوا واش تحبوا، تقدروا تدهنوه بالزبده كيما تقدروا تدهنوه بالسمن ولا بالمارغرين ولا بزيت المائده كيما حبيتوا. ونحطوه يفر للمره الثانيه. نرجع للمرقه، هاي هنايا تقريبا طابت. نحط لها دوكا الى لاحظتوا من الاول ما حطيتش الزيت، ما درت نيس مني زيت. هنا بعد ما طابت راني نحط الملح ونحط زيت زيتون. الملح علاش ما نحبش نحطه في الاول؟ باش ما المرقه ما تشربليش بزاف الملح. دونك باش نستعمل كميه قليله نستعملها مع الاخر ونخلي المرقه ديالي تتجمر غير بالعقل.
نزيدوا لها مازال نخليوها طيب شويه. من جهه واحده اخرى نعاود نرجع للطعام. الطعام خلاص هكذا راهو واجد، ما بقى لي غير نطفي عليه ونحطو في الجفنه ديالي اللي راح نزيد ندهنو فيها ونخليه. انا راح ندهنو بشويه تاع الزبده، وانتوما تقدروا تدهنوه بشي اللي تحبوه نتوما واللي موالفينو بيان سور والموجود. نحركو هكذا وهو سخون باش الزبده هذيك تذوب. هنا طعام خلاص راهو واجد، والمرقه تاني قلت لكم زدت لها حوالي ربع ساعه وطفيت عليها بعد ما تجمرت. دوك نسربيو، نحطو في صحن شويه تاع طعام ما لازمش نكترو بزاف، هذا ماشي كيما طعام بالمرقه اللي مالفين نديروها. طعام نديرو شويه والمرقه راح نديرو بزاف، ومن بعد الطعام هذا كي نديرو له بزاف المرقه هو اصلا راح يولي بزاف باسكو راح يشرب المرقه هذيك. دونك ما تغلطوش تسربوا بزاف طعام ومن بعد كي تزيدوا له المرقه يولي لكم بزاف ما تقدروش تاكلوه. ديروا غير بشويه. دوك نحط عليه المرقه. شوفوا انا شحال راح ندير المرقه. ما قلت لكم ماشي كيما طعام اللي نديروه بالمرقه بالخضره ولا باللحم ولا هذاك نحطو نسقيو غير شويه المرقه. هذا يحب بزاف المرقه ويجي بزاف بنين. انا شخصيا ما كنتش نعرفه بكري، هذا تعلمته في دار شيخي والحق عجبني بزاف ورجعت نطيبه. علمته لي عجوزتي الله يرحمها ويوسع عليها. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه اللي طيبتو بها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. على بالي الا جربتوه سورتو في هذا البرد اكيد راح يعجبكم. شفتوا هنا كيفاش انا سقيتو بزاف، وهو تحطوا شويه طعام راح يرجع لكم بزاف على جال المرقه. ومن بعد نحط هذاك الدجاج اللي طيبته. بيان سور الوصفه هذه ماشي ضروري انكم ديروا لها الدجاج، سي فري كي تحطوا لها الدجاج سورتو لو بلون دو بولي يعني صدر تاع الدجاج يزيد لها البنه، ولكن حتى ولو طيبتوها غير بالبصل والطوماطيش يجي بزاف بنين ابيصار هذا. اذا لحقنا لنهايه الفيديو، نتمنى انه الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، واذا عجبكم ما تنساوش دعموني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع اهلكم واحبابكم واصدقائكم لتعم الفائده ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى بحول الله. سلام.